التي صوتت بالرفض ب66 صوتا أن مشروع قانون المالية لا يفي بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وبالتالي لا يرقى إلى مستوى التطلعات الفقيرة، لأن مسلسل الغلاء غادي يستمر مع استمرار الوقود. مجلس النواب أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس رشيد الطلبي العلمي، وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت. إذن هكذا صادق مجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 5022 للسنة المالية 2023، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي بحضور السيدة نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي القجاع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، لأن هي اللي اكتوت بنار الأسعار. صوتنا لأن ما بانتش لنا الآليات اللي دارتها الحكومة باش نخرجوا من هذه الظرفية الصعبة بالنسبة للطبقات الفقيرة، لأن مسلسل الغلاء غادي يستمر مع استمرار الوقود. كاينة صعوبات جمة غادي تواجهها الحكومة في الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للنسب اللي كترفع هذه نسبة المول الوصول ل 4%. اليوم هناك مشكل كبير في القطاعات الاجتماعية ديال التعليم، ديال الصحة، ديال قطاع